ترامب قلب تاني على كندا. ايه اللي بيحصل؟ كندا عملت اعلان استخدمت فيه صوت الرئيس الامريكي الجمهوري السابق طبعا رونالد ريغان. كان بيتكلم فيه عن الجمارك وقد ايه هي ممكن تبقى مفيدة في الاول، لكن بعد كده بتعمل ضرر بليغ جدا بعد كده في البلد والاقتصاد والصناعة وحاجات ثانية زي كده، ونزلته في اعلان غرقت بيه الدنيا. الرئيس دونالد ترامب النهاردة بدري جدا نزل تويتة على موقع تراث وقال كندا غشت واتمسكت، واتكلم ان الكلام ده كله مش حقيقي وقصص تانية زي كده، وان الرئيس ريغان كان بيحب الجمارك وان الكلام دوت كله مش صحيح. الحقيقة الناس قلبت الدنيا وراحت دورت على المقطع وحطته. You see, at first, when someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. What eventually occurs is, first, homegrown industries start relying on government protection in the form of high tariffs. They stop competing and stop making the innovative management and technological changes they need to succeed in world markets. وهو نفس المقطع ونفس الكلام، يعني كندا ما عملتش حاجة غير ان هي استخدمت صوته. المشكلة اللي المفروض تواجه كندا ان هم استخدموا صوت الرئيس السابق بدون اذن، بدون تصريح من المؤسسة الخاصة بيها، لكن هم ما غشوش، هم حطوا الكلام فعلا حقيقي. المهم الرئيس دونالد ترامب قفل الدنيا مع كندا دلوقتي، فالموضوع هيبقى فيه أزمة تانية كبيرة مع كندا الأيام اللي جاية. فالأزمات كتير والدنيا ملخبطة ومش عارفين الدنيا هتروح لفين. خلينا نتابع وخلينا نشوف. تحياتي للجميع، شاركونا برأيكم على الموضوع. لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.